هو انا ليه محدش بيهتم بيا؟ ليه؟ اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في دكتور بوتر مع هاني شاكر. حلو ده، حلو يمشي قوي، جميل، بسم الله ما شاء الله. تخيل كده ان النهارده اول اجتماع ليك في الشركه بتاعتك الجديده، او ان النهارده اول يوم ليك في الكليه، او بتقعد مع ناس اول مره تقعد معاهم في حياتك. في كل المواقف دي دماغنا بتتلحس من التفكير، هي الناس دي هتقول علينا ايه؟ الناس دي هنعجبهم ولا مش هنعجبهم؟ هيقولوا على لبسنا عامل ازاي؟ طب تسريحه شعرنا؟ طب مشيتنا؟ للاسف الشديد انت في اللحظه دي بتكون اتحشرت في متلازمه اسمها سبوت لايت افكت، او متلازمه تسليط الضوء. انت بتفتكر ان الاضواء كلها حواليك، الناس كلها مستنياك انت تشوف انت هتعمل ايه، ولكن في الحقيقه الناس اللي قاعده دي اصلا مش مهتمه بيك. سنه 2000 جه دكتور في علم النفس عمل تجربه من التجارب الايكونيك في علم النفس في العصر الحديث. عم جيلوفيتش اختار كام شخص كده من الطلبه وقال لهم يدخلوا المدرج اول ما المحاضره تبدا، وقال لهم كمان ان الطلبه اللي قاعده جوه في المدرج عارفه ان في طالب هيدخل عليهم، بس هم ما يعرفوش الطالب ده مين، ويكرر التجربه دي مع اكتر من مجموعه. وبعدها يسال الشخص اللي دخل ده، تفتكر كام واحد من اللي قاعدين في المدرج خد باله من الرسمه اللي على التيشيرت اللي انت لابسه؟ فالطلبه اللي دخلت جاوبت ان في المتوسط تقريبا نسبه 50% من الطلبه اللي كانت قاعده في المدرجات هتفتكر الرسمه اللي على التيشيرت، يعني نص الناس اللي قاعده هتفتكر. ولكن هنا بقى المفاجاه، الدكتور لما سال الطلبه اكتشف ان 10% بس هم اللي قدروا يفتكروا الرسمه اللي على التيشيرت، ودي كانت نسبه صادمه جدا، لان في الوقت اللي الطلبه اللي دخلوا كانوا فاكرين نفسهم محور الكون، وان كل الناس اللي قاعده هتكون مركزه معاهم، وتقريبا نصهم هيفتكر الرسمه اللي على التيشيرت اللي هم لابسينه، يطلع 10% بس. حد يقول لي يا عم بوتر النسبه دي قليله ازاي؟ انت بتقول 10%، يعني من كل 100 شخص في 10 اشخاص عينيهم على الشخص اللي دخل ده، فالنسبه قليله ازاي يعني؟ يا اسطى ما انت لو عرفت باقي التفاصيل هتعرف ان النسبه دي على الاقل المفروض تكون 60-70%. اول حاجه الطلبه اللي قاعدين في المدرج عارفين ان في شخص هيدخل القاعه، فالمنطق انهم هيكونوا مركزين يشوفوا مين اللي هيدخل. تاني حاجه التيشيرت اللي الشخص ده كان لابسه كان مرسوم عليه صوره المغني بوب مارلي، وده اصلا محدش ما يعرفوش في امريكا، يعني اي حد هيلمحه كده هيفتكره. تالت حاجه بقى ودي الاهم، المدرج اللي الطلبه قاعده فيه متصمم بطريقه ان كل الاماكن وشها للباب، يعني اي حد هيدخل من الباب كل الطلبه اللي قاعدين المفروض يشوفوه. لو هنتكلم بالمنطق فالمفروض ان النسبه الطبيعيه تطلع مثلا 70-80%، كل الاسباب تؤهلهم انهم يفتكروا الصوره اللي على التيشيرت، ومع ذلك 10% بس اللي يفتكروه. تخيل بقى موقف تاني ما فيهوش اي معطى من المعطيات دي، انت ماشي عادي في الشارع زيك زي اي حد تاني ماشي في الشارع، مفيش اي سبب يخلي اي شخص يركز معاك اصلا. متخيل بقى نسبه ال 10% دي ممكن توصل كام؟ ممكن تبقى 2%، 1%، او ممكن تنعدم وتبقى صفر، ويبقى حرفيا وبالارقام محدش مهتم بيك. الكلام ده لما تيجي تفكر فيه فعلا تلاقيه مرعب، يعني انت بتتعامل في حياتك على انك محور الكون والناس كلها مراقباك، وفي الحقيقه انت ولا حاجه. يعني الطقم الفشيخ اللي انت شاريه من زارا ده عشان تمشي تتفشخر بيه في الشارع غالبا محدش هياخد باله اصلا لان محدش مهتم. وبعدين تعالى نفكر فيها كده بالعقل، انت دلوقتي مش شخصيه مشهوره، يعني لا انت بيل جيتس ولا عمرو دياب، الناس هتهتم بحياتك ليه اصلا؟ على ذكر عمرو دياب فانا بعتبره تاني افضل مغني في مصر بعد هاني شاكر طبعا. الكلام ده معناه ان انت لما تنزل بوست على جروب الدفعه والكراش تعمل لك ها فهي غالبا ما تعرفكش، لا وممكن تكون عملت اضحكني من غير ما تقرا الاسم اصلا. متلازمه تسليط الضوء دي مش مقتصره بس على اللبس او على المظاهر، كمان احنا بنقع فيها في الافعال بتاعتنا، احنا دايما بندي الافعال بتاعتنا او ارائنا اكبر من حجمها الطبيعي. في الجزء الثاني من الدراسه اللي عملها جيلوفيتش برضو عن ظاهره السبوت لايت، كان عايز يفهم تاثير السبوت لايت ده واصل لفين، فجاب مجموعه اشخاص قعدهم مع بعض وخلاهم يتكلموا نص ساعه في مشاكل الحياه العامه بقى، شربوا الشاي وخلصوا القعده، فسال كل واحد فيهم عن راي الناس بالنسبه لرايه لما كانوا قاعدين يتكلموا، اللي هو بقيه الناس اللي في القعده شافت راي الشخص ده عامل ازاي. المفاجاه بقى ان كل واحد فيهم قال ان رايه هو اكتر راي عجب الناس. طب لما كلهم قالوا كده امال مين كان اغبى واحد قاعد في القعده؟ هنا بقى سؤالين بيطرحوا نفسهم ولازم نجاوب عليهم. السؤال الاول فكره اننا محور الكون وان في ناس كتير متابعانا برغم ان هي غلط. الفكره الغلط دي بيتبني عليها ضغط نفسي كبير جوانا وفي اغلب الاحيان ما بنكونش قده. ما هو فكره ان في ناس كتير عينها عليك فده معناه ان انت لازم تظهر باحسن صوره عندك، فبيحط عليك ضغط، وبعدين بيحط عليك ضغط تاني ان انت لو غلطت قدام الناس الكتيره اللي متابعاك دي هيبقى شكلك عامل ازاي. وده احد الاسباب الرئيسيه اللي بتوصلنا في النهايه للسوشيال انكزايتي، الرهاب الاجتماعي. الانسان ما بيبقاش عارف يتعامل مع الناس، دايما بيبقى خايف قدام ناس جديده او هيشرح حاجه قدام حد،
بعض الاحيان الموضوع بيتطور وبيبقى متوتر وهو ماشي في الشارع، بس ماشي في الشارع عادي كده ومتوتر قوي. اجابه السؤال ده هنعرفها في الجزء الثالث من دراسه جيلوفيتش في اخر الحلقه. السؤال الثاني بقى، احنا ليه بنكبر المواضيع دي؟ ليه بنبالغ في تمجيد راينا؟ ليه بنبالغ في عدد الناس اللي متابعانا؟ ده بيحصل لان المشكله هنا بتكون مشكلتنا احنا، فيها جزء من مشاعرنا، من خبراتنا، قراراتنا، من هويتنا، فطبيعي نمجد الحاجات دي اكتر لانها تهمنا اكتر من اي حاجه تانية. يعني مثلا لو الانسان عنده ضرس وجعه، فعنده انه يعالج ضرسه التعبان ده اهم من انه يحل مشاكل ملايين الاطفال اللي بتموت من الجوع في افريقيا، لان وجع الضرس هنا مشكلته هو. الفكره بقى ان احنا لما بنبقى في مشكله او في موقف جديد احنا بس اللي بنبقى عارفين كده، انما باقي الناس مش عارفه، لان جيس وات قول وات باقي الناس عندها مشاكلها اللي مش مخليها فاضيه اصلا. يعني مثلا لو تخيلنا انك راكب في الاتوبيس وحاسس ان الناس كلها مركزه معاك لانك لسه حالق امبارح وودانك بدات تبان، في الحاله دي انت الوحيد اللي يعرف ان انت حلقت امبارح، انما باقي الناس ما تعرفش، فهيركزوا معاك ليه اصلا؟ وتيجي تبص للي جنبك اصلا تلاقيه قاعد يذاكر ومطبق عشان وراه امتحان ومش عايز يشيل الماده سمر، ولكن هو الوحيد اللي عارف تفاصيل مشكلته دي. تيجي تبص للي قدامك تلاقيها اتشكلت مع خطيبها امبارح ومستنيه يتصل عليها وعايشه دور الاهتمام ما بتطلبش، وبرضه هي الوحيده اللي تعرف المشكله دي. المضحك بقى في الموضوع ان كل الاتوبيس مفكر ان كل الاتوبيس مركز معاهم هم بس، في حين ان كل واحد مل في خيبته. خليك في خيبتك انت يا عبده، مالكش دعوه بحد. هيجي حد يقول لي يا بوتر ده انا اعرف ناس قدام بيتنا قاعدين على المصطبه كده ليل نهار يشوفوا فلان راح فين وجه منين. يا حبيبي دول ناس فاضيين عايشين حياه بلا هدف وغالبا عندهم مشاكل نقص، فانا اعمل اعتبار لرايهم ليه اصلا؟ طب يا عم بوتر انا دلوقتي باجي اتكلم قدام حد غريب بيجي في دماغي مليون فكره بتشل قدامه كده وما بعرفش اقول ايه. والله يا اسطى عشان تتغلب على الموضوع ده فانت قدامك حل من اتنين. اول ما تتحط في موقف زي ده افتكر ان الافكار اللي في دماغك دي كلها موجوده بس في دماغك انت، وان غالبا اصلا الناس مش مهتمه، فكل الافكار اللي في دماغك دي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتحطك في السبوت لايت افكت، غير بقى ان الناس التانيه اللي قدامك اصلا غالبا بيفكروا انت هتقول عنهم ايه وبيحشروا نفسهم برضه في السبوت لايت افكت بتاعتك، فانت وقتها تفتكر ان دي اوهام وتحاول تشيلها من دماغك. هيجي حد يقول لي انا اصلا عندي او سي دي خلقه ومجنني لوحده، فحته ان انا اقعد اقنع دماغي تشيل الافكار دي مش هتاكل معايا. انا عايز حاجه بقى براكتيكال عملي. انت كده بقى ما قدامكش غير الحل التاني، التجربه، انك تعيش التجربه بقى تندمج فيها، وبعد فتره هتتيقن فعلا ان الافكار اللي كانت في دماغك دي كلها مش موجوده اصلا. وده ينقلنا للجزء الثالث في التجربه بتاعه عمك جيلوفيتش. جاب نفس الاشخاص اللي لبسوا تيشيرتات وكرر معاهم التجربه تاني بنفس كل حاجه، ولكن كان في فرق حاجه واحده بس، انه خلاهم يلبسوا التيشيرت ويقعدوا بيه بره ربع ساعه، وبعد الربع ساعه ما خلصت يدخلوا المحاضره عادي ويسالهم نفس السؤال كام في المية من الطلبه اللي قاعده هتفتكر الرسم. المفاجاه ان نفس الاشخاص دي قالت ارقام اقل من 50% اللي قالوها في اول مره. طبعا الحوار ده قبل ما يعرفوا ال 10% عشان ما حدش يقول مكوسينها يعني. جيلوفيتش فسر الموضوع ده بان الوقت اللي قضوه زياده مع التيشيرت قلل التوتر اللي كان موجود في التجربه في المره الاولى. في المره الاولى لبسوا التيشيرت ودخلوا على طول فالتوتر كان عالي، ففي مشكله ان هم لابسين تيشيرت جديد بس هم بس اللي عارفين المشكله، بس باقي الناس ما تعرفهاش، ولكن خوفهم من اراء الناس مع التوتر الكبير ده خلاهم يقولوا نسبه 50%. انما بعد كده لما قعدوا ربع ساعه مع التيشيرت خلاص بقى التوتر قل، التيشيرت بقى عادي، الفوا التيشيرت والتيشيرت الفهم، فبقى منطقي ان النسبه اللي توقعوها تقل لان هم اساسا التوتر بتاعهم قل. وده نفس السبب اللي بيخليك في اليوم اللي انت بتحلق فيه ماشي حاسس الناس كلها بتبص على ودنك، ولكن تيجي تاني يوم وشعرك هو وتمشي بقى كده عادي ولا همك حد. ده عشان انت عشت فتره جوه التجربه يا نجم، فخلاص الموضوع بالنسبه لك بقى عادي. نفس الموضوع مثلا لما تيجي تشرح برزنتيشن، انت داخل تشرح ودماغك مليانه افكار عن اسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصل، وبعد دقيقتين تسال نفسك الله امال الاحتمالات اللي كانت هنا راحت فين؟ هي مش موجوده اصلا، هي موجوده في دماغك انت بس. كذلك الناس اللي اول مره نقابلهم مجرد دقيقتين ثلاثه في الكلام خلاص الموضوع بينتهي وبنتعامل عادي. فلو فضلت واقف مكانك رافض انك تخوض التجربه اللي مسببه لك قلق دي، القلق هيفضل موجود والافكار اللي في دماغك هتفضل موجوده لامتى؟ لغايه ما تقرر بنفسك انك تخوض التجربه وتكتشف ان الافكار دي مش حقيقيه اصلا. موضوع الافكار والاحتمالات ده مش بس بيبقى مع الناس اللي انت اول مره تشوفهم، ده كمان بيبقى في علاقاتك مع اهلك، مع اصحابك، في المشاريع اللي انت عايز تعملها في شغلك ولسه ما بداتهاش. والمشكله الاكبر بقى طول ما انا ما باخدش قرار سواء بخوض التجربه من عدمها، الاحتمالات اللي في دماغي بتفضل تكبر لما لا نهايه. الخلاصه انك انسان عادي خالص عايش وسط اناس عاديين جدا، بني ادم عادي، ومع كتر المواقف اللي بنعدي بها في حياتنا بتتاكد من كده ان انت فعلا شخص عادي، انك انسان عادي. دي حاجه كبيره قوي. يعني في ناس بتدفع ملايين عشان تعيش الحياه العاديه دي، يعني في بعض من اغنى عائلات العالم بيدفعوا فلوس للمجلات عشان ما تكتبش عنهم ولا عن ثروتهم عشان يعرفوا يعيشوا حياه عاديه. ومع الوقت بتتيقن فعلا انك مش محور الكون اصلا، وان الناس عندها مشاكل في حياتها اكبر بكتير من انها تفضي وقت عشان تبص لمشاكلك. فالمره الجايه لما تتحط في موقف جديد افتكر ان الناس اللي قدامك دي اصلا محدش مهتم، افتكر ان nobody cares، او بتعبير تاني nobody gives a shit about you. ايه افتكرت ان محدش مهتم بيك فجالك اكتئاب؟ أنا آسف،
وعشان تعرف عن الاكتئاب والامراض النفسيه عموما وتتعامل معاها ازاي، فتاكد ان انت عامل اشتراك في القناه ومفعل الجرس، وتستنانا في حلقه جديده كل يوم حد الساعه 7. ولو نفسك تبقى واحد من شركاء دكتور بوتر، فلينك صفحتنا على باتريون هتلاقيها تحت في الديسكربشن. وطبعا تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت عشان تستاهل بصراحه. واشوفكم الحلقه الجايه، سلام.